من شهرين تقريبا كنت عملت فيديو عن احسن التعديلات اللي ممكن تبدا بيها للبايك، وكنت سالتكم لو عايزين فيديو الاكسسوارات، وهل قد حان الوقت علشان في الفيديو ده هقول لك على احسن اكسسوارات يبقى فايتك كتير لو مش عندك للبايك بتاعك. الاكسسوارات للموتوسيكلات مش بس رفاهيه، هي استثمار في الراحه، الامان وتجربه القياده بشكل عام. هنتكلم عن الحاجات الاساسيه اللي كل راكب موتوسيكل لازم يفكر فيها، وخلينا نبدا بحاجه مهمه وهي الحمايه. انك تحمي البايك بتاعك حاجه مهمه قوي، لان فعلا في وقعات بسيطه ممكن تعمل خدوش كبيره، وطبعا هيبقى شكلها وحش، ده غير انها تاثر في عاده البيع، وتصليحها ممكن يبقى مكلف كمان. علشان كده لازم تركب بروتكشن او افلام الحمايه على التانك والفبر بتاع البايك كامل، لانها مهمه وهتشيل كل الخدوش اللي هتيجي على جسم البايك بالظبط زي العربيات، وهي مش مقتصره على العربيات بس، ممكن تركبها على بايك عادي. وغير كده لما تيجي تبيع هتفكها ويرجع البايك جديد تاني. معرفش مكان بعينه بصراحه بيقدم الخدمه دي، بس تقدر تبص على النت وتشوف اقرب مكان بيقدمها حواليك. طالما بنتكلم عن الحماية يبقى أكيد لازم نجيب سيرة السلايدرات، عشان بقى التانك أو أي جزء في البايك ما يتخدش من الأول. حتى لو وقع يبقى لازم وحتما تركب سلايدرات، بحيث إن البايك لو وقع على الأرض الخبطة كلها تيجي في السلايدر، ودي حاجة هتشكرني عليها بعدين لو ركبتها صدقني. شوف نوع كويس وهاته وركبه، وحاول ما تأجلش الموضوع ده بالذات، لأنه هيحافظ على فلوسك ووقتك. وفي منها أنواع كتير، اللي بيتركب في الموابد بتاعة البنزين، وفي اللي بيكون في الجنب. ركب على الأقل واحدة فيهم. وطالما بنتكلم على الأمان، فلو بتركن البايك بتاعك في الشارع أو تحت البيت أو مكان مش أمان قوي، لازم تجيب غطا وجهاز إنذار. وكنت عامل فيديو عن إزاي تحمي البايك من الحرامية، ممكن تبص عليه. طيب بعيدا عن الحماية والكلام ده، فخلينا نتكلم شوية عن الحاجات التانية. أكيد وأنت راكب في مرة من المرات وقع منك حاجة، سواء من جيبك أو من على البايك، عشان كده مهم طبعا يبقى معاك شنطة. وشنطة الظهر دايما مش أحسن حل، هي كويسة بحيث إنك تقدر تحط فيها حاجات كتير، لكن مش أكتر حاجة عملية ليك وأنت راكب البايك. فالحل زي ما أغلبكم مخمن هو الشنطة اللي بتتلبس على الرجل أو شنطة الوسط حتى. حل حلو وعملي، ومش هتشيل حاجات كتير. لو ناوي تاخد معاك حاجات كتير يعني او تقيله، فخليك في شنطه الظهر. وفي شنطه التانك دي بصراحه كويسه برضو، لكن ممكن تغطي على عداد وحاجات مهمه انت هتبقى محتاج تشوفها، بس لو مناسبه للبايك عندك فبرضه هتبقى كويسه جدا. طبعا لو انت بتسافر كتير بالبايك بتاعك، فمش محتاج اقول لك انك لازم تركب توب بوكس عشان تحط فيه الحاجات المهمه الكتير اللي هتاخدها معاك وانت مسافر. ممكن برضه تستغرب من اللي اقوله ده، بس هولدر الموبايل يعتبر من الاكسسوارات الاساسيه والمهمه، وعارف انك عندك واحد، وعارف ان المعلومه دي، بس صدقني في غيرك كتير مش عارف. عشان تتابع الطريق وتشوف لو حد رن عليك، عامه مهم جدا موبايلك يكون قدامك وانت سايق البايك. وبمناسبة المكالمات والصوت، فسماعات الخوذة برضو حاجة كويسة، ومش شرط السماعات اللي بتتركب جوه الخوذة. لو ايربودز هتقوم بالواجب وزيادة. ولو انت لسه جديد في السواقة فبلاش تركز مع الحاجات دي، لانها هتشتتك عن الحاجة الأهم وهي السواقة نفسها. لما تبقى مرتاح وانت بتسوق ممكن تبقى تفكر في الحاجات دي. وعلشان في شوارع كتير مش منورة بالليل، واغلب الموتوسيكلات النور بتاعها الستوك مش قوي كفاية، عشان كده لازم ومهم انك تجيب نور اقوى للبايك بتاعك عشان تشوف بالليل كويس. فبالليل الدنيا بتبقى ضلمة ومحتاج تشوف، وبالذات انه في طرق كتير ضلمة وهتبقى محتاج نور قوي اكيد، وغير كده فشكلها روش كمان. طيب بما اننا داخلين على فصل الصيف وده وقت صعب، وانا شخصيا مش بحبه خالص، ولا حتى الموتوسيكلات بتحب الصيف برضه، علشان كده لازم تهتم اكتر بالبايك في الصيف تحديدا، عشان في حاجات كتير احتمالية ان هي تبوظ في الصيف بتبقى اكتر لو ما اهتمتش بيها. فاهتم بالبايك بتاعك كويس، وبشكل عام الزيت والصيانات كل حاجة اعملها في وقتها. وانت كمان ممكن رجلك تبوظ بسبب الحرارة بتاعة الموتوسيكل اللي بتبقى عالية قوي بالذات في الصيف، وفي كام حاجة ممكن تقلل بيهم الحرارة اللي هتوصل لرجلك، وهي العازل الحراري بتاع الاكزوست. ده حاجة بتتلزق وبتتلف كده على الاكزوست، وبيقلل من الحرارة اللي بيخرجها، ويبقى مفيد جدا خصوصا في فترة الصيف اللي احنا داخلين عليها. طب نتكلم عن الرجل، فاكيد المشكله اللي عند كل الناس وهي مشكله الكوتشي. كام كوتشي باظ واترمى بسبب البايك؟ اكيد كتير جدا، والحل بسيط جدا برضو، هي قطعه سيليكون بتركب فوق الكوتشي بتاعك وبتحل الحوار ده خالص، وسهله وممكن تلاقيها في اي مكان دلوقتي، وسعرها كمان رخيص، يعني مش غاليه، وهتحافظ على الكوتشي بتاعك. طيب دي اغلب الحاجات اللي كانت في بالي، وحاسس اني نسيت حاجه. الاكيد ان مش دي كل الاكسسوارات والحاجات اللي ممكن تجيبها للبايك بتاعك، فلو انا نسيت حاجه قول لي عليها في الكومنتات، ومتنساش تشترك في القناه وتعمل لايك